السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أنا وكسبتي. من البداية كنتو معنا خطوة بخطوة، بدينا مع معز الموريسيانا وأغنام الدمان، وتعرفتوا على كلب الحراسة روي، وتابعتوا معنا الروتين اليومي من التغذية والنظافة والمراقبة المستمرة في الكوري. ومع الوقت المشروع بدا كيكبر والطموح ديالنا كيكبر معه. من بعد ما نشرنا فيديو على استنبات الشعير توصلنا بعدد كبير من الأسئلة والتعليقات، وقررنا نرجعوا باش نجاوبوا على أهمها. أولا، الشعير المستنبت مزيان حتى للدجاج، ولكن خاص يتعطى بكميات معتدلة باش ما يأثرش سلبا على الجهاز الهضمي. ثانيا، درجة الحرارة في غرفة الاستنبات خاصها تكون ما بين 16 و 18 درجة، إذا طلعت كيتعفن الشعير، وإذا نزلات كيتأخر النوم. ثالثا، كل بلاطو فيه 90 سنتيمتر، كنديرو فيه ما بين كيلو و كيلو 300 من الشعير المرقد. السقي خاص يكون غير بالماء النقي بلا مواد كيميائية ولا أسمدة. أما مدة الاستنبات فهي من 6 حتى ل 8 أيام مع تهوية مزيانة وسقي منتظم. وبالنسبة للناس اللي كتسول علاش ما كنستعملوش الشعير الجاف وكنزيدوا عليه الاستنبات، راه كل نوع عنده الدور ديالو. الشعير الجاف فيه الطاقة، والمستنبت فيه معادن كيتعطاوه كمادة خضراء طبيعية ومفيدة بزاف. وماشي غير العلف اللي كتحتاجو الكسيبة باش تدوز جميع المراحل، الولادة، الرضاعة، حتى الاستعداد للحمل، خاص مكملات غذائية ضرورية. أول حاجة الحجرة الملحة، كنعلقوه في الكوري قدامهم، وكيعوض الأملاح والمعادن اللي ناقصين، وكل مرة كيحتاجوه كيلقاوه قدامهم. ثاني حاجة الفيتامين الأخضر، فيه مجموعة من الفيتامينات بحال A و D و E، وأحماض أمينية مهمة كنضيفوه للماء 2 مرات في السيمانة. وما نساوش فيتامين سي. فيتامين سي كنستعملوه على شكل غبرة في الماء، خصوصا في الفترات اللي كتكون فيها السخونية، وكنعطيوه يوميا باستثناء الأيام اللي كنعطيو فيه الفيتامين الأخضر. الشمس ما نساوش الدور ديالها، هي المصدر الطبيعي لفيتامين دي، وكتعاون على تقوية العظام والمناعة. كل هاد العناصر كتلعب دور كبير في صحة الكسيبة، وكتعاونها تكون مهيئة للإنتاج سواء الحليب ولا الولادة. ودابا المشروع كيتوسع، ودخلنا المجال جديد واللي هو تربية الدجاج وتفقيس البيض. بداية هذه المرحلة كانت بشراء فقاصة احترافية أوتوماتيكية بالكامل، كتخدم بنظام دقيق وكتسمح لنا نتحكموا في الرطوبة والحرارة عبر عداد رقمي. السعة ديالها كتوصل 1232 بيضة، وكتخدم حتى مع بيض الدجاج الرومي والسمان، وعندها فتحات تهوية كنضبطوها حسب المراحل، وحتى فتحات طوارئ باش نوفروا الشروط المثالية للتفقيس. في الفيديوهات الجاية غادي نوريكم كلشي بالتفصيل، من اختيار البيض لتحضير الفقاسة حتى اللحظة اللي كيخرج فيها أول كتكوت. رحلة جديدة بدات، تجارب جديدة جاية، فما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي كيهمهم هذا المجال، وخليوا لنا آراءكم في التعليق وتساؤلاتكم اللي غادي نجاوبوا عليها في الحلقات الجاية.